فيه معي مسحوب سويت انا يوم دخلت وانا مجهول وقصيده في صحيبتي رحمه. أبدي لكم مسحوب منها. دخلت في خرابه في جعش طيب يا مهرب وادخل ايه هرب 9 ليالي بايامها ولا جي عرب ولا وادخل انا ويا خوي اللي قال لعلي وندخل في الخرابه وهي عليها غبره طين ونرقد ما درنا وش احنا رقدنا فيه. والصبح اصبح الى وجه خوي يقول ذا سكني خرج علي من مقبره. قلت وين الملامح تشابه علي؟ قلت انت علي؟ قال لي والله علي. قال الخير وش وجهك كذا؟ قال والله انا اقول لك شايف وجهك. واحد ما يشوف وجه الثاني. اي بس انا اشوف وجه الثاني. فتاثرت انا يعني من ذا القصه ودي صحيبتي ذا شافتني وانا ابدا الشكر. واسوي قصيده ابى اسحب لكم منها 4 ولا حول. لا طول اللي يعجبك اللي يعجبك فيها ويا ابو محمد صاحبي ما سكن في جاش ولا في الدواسر طرقة الهضم ما جاش ولي فيك ولي ساق بالسهم من الأرماش وصوب فؤادي من عيانه وسوى ألا ليتني صقر اللي يقرأ على الرياش علشان أشوف حبيبي من على جواها. أنا لا ذكرته كان فصل الصميم قشاش. أنا حن الذود والحوم يحداها ومندير في الجدعان كم من ولد مدغاش وربعي حماة الحد لتردع عداها ما لكم زود. وجودي لهم وجد الفلس يريد الكاش وجود المهرب لبعد الليل مسراها على جيب شخالات تقرب المطراش على هالسنافي لبعد الخط سلواها يلزها بثالث في المساري وفي المقباش وكم دير تنفخات شكمانها عداها. ألا يا علي جر البياضة في ذاك اللاش وجر القلم مكتب النبيات وقراها. ألا يا إلهي كافل الطير في العشاش تسمح دروبا لأن شامة وترعاها وكم ليل تنبرد وكم ليل تنبفرعش وكم ليل تمرها وكم ليل محلاها. نعاصر زمان الخايبة في الدهر معاش ولا هم من يمشي على الرجل عناها وكم من سنافي لعتش الليل ما ينداش ويمشي دليله لأن شامة ويجراها إلى ظروف الوقت ما جيت خلفه.